اهلا في كوره يونايتد. اسمي محمد ناجي وده 10 موسم فانتازي ليا. هتتربل كابتن هالاند في الاسبوع الثاني قصاد ابسويتش تاون. ماشي، خلينا نفكر. انا مش هحب اقول لك ان انت المفروض تعمل ايه، بس هحب اقول لك تفكر فيها ازاي. ولا انا لو عايز اتربل كابتن هالاند الاسبوع الثاني قصاد ابسويتش تاون على ارضه في ملعب الاتحاد، فانا هفكر في نقطتين اللي عايزك تفكر فيهم. اول حاجه، ايه هي الدبل جيم ويك اللي جايه بعد كده، علشان انا اضيع كارت في سنجل جيم ويك ويجي الدبل جيم ويك قدام في الموسم ما الاقيش معايا كروت. في النقطه دي عايز اقول لك واريحك ان السنه دي مفيش غير 2 دبل جيم ويك فقط لا غير اللي مخطط لهم، لان نظام الاف اي كاب عملوا نظام جديد، غيروا مواعيده بحيث ان ما ياثرش على مواعيد الدوري، فمش هيحصل دبل جيم ويك غير في اسبوعين فقط. تمام، مش كل مره هيبقى في راوند في الاف اي كاب يبقى دبل جيم ويك او بلانك في الدوري فيسمع في دبل جيم ويك قدام، لا مش هتحصل تاني، هما اسبوعين فقط. وانت اصلا عندك فري هيت، عندك بنش بوست، عندك تريبل كابتن، دول الثلاثه اللي بنحب نستخدمهم في الدبل جيم ويك. الوايلد كارد قصه تانية. في كارت رابع اللي هو الميستري كارد، قالوا هيوضحوه في يناير، ولحد دلوقتي ما نعرفش الكارت ده يبقى ايه. هيعلنوا عنه في يناير. ممكن يبقى زي انليميتد ترانسفير، ممكن يبقى زي ان انت تاخد 5 لعيبه من فريق واحد لمره واحده. يعني هيبقى معاك 4 كروت واسبوعين دبل جيم ويك، فتقدر تستخدم كارت من الكروت بتاعتك في سنجل جيم ويك. تقدر تعمل كده السنه دي. طب هل هو ده هيبقى ماتش ابسويتش تاون لهالاند في ملعبه في الاسبوع الثاني؟ هنا بقى تفكر في النقطه الثانيه، ان ابسويتش تاون مش هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب فيها في ماتش ليفربول. ليفربول لعبهم على ملعبه قصاد جمهوره، فعايز يحقق نتيجة إيجابية، عايز يعمل أداء إيجابي يرضي بيه جمهوره بعد ما بقالهم أكتر من 30 سنة ما وصلوش دوري ممتاز. تمام، المرة دي قصاد السيتي هيلعبوا بره أرضهم، فهيحتاجوا يدافعوا أكتر، هيحتاجوا إن هم يدافعوا أكتر، هيحتاجوا إن هم يعملوا مجهود بدني ودفاعي أكتر ويقفلوا المساحات على السيتي لحد ما يجي وقت مناسب يحاولوا ان هم يسجلوا في السيتي بهجمه مرتده او كره ثابته او بتاع. مش هتعرف تلعب السيتي غير بالاستراتيجيه دي. فالمساحات والفرص اللي لقاها ليفربول في ملعب ابسويتش تاون، السيتي مش هيلاقيها في ملعب الاتحاد. خلي بالك من النقطه دي. في النقطه دي هيتوقف بقى حاجه، الهدف الاول هيجي امتى بتاع السيتي. لو الهدف الاول جه في اول 5 دقايق او اول ربع ساعه مثلا، الاستراتيجيات الدفاعيه بتاعت ابسويتش تاون اتهدت تماما، وهيعوزوا ان هما بقى يهاجموا ويعملوا فرص عشان يلحقوا يتعادلوا قبل ما الماتش الوقت يقذف بيهم. لو ح... لو حصل كده السيتي هيكسب 6 أو 7، وهالاند طبعا هيبقى ليه النصيب الأكبر ويبقى أنت فزت بالتريبل كابتن. طيب لو هما لعبوا بالاستراتيجية الدفاعية والسيتي ما سجلش بدري وما سجلش في الشوط الأول، وارد جدا يحصل زي ماتش ليفربول، يكسبوا بهدف أو 2 في الشوط التاني. برضه هيبقى هالاند ليه نصيب الأسد، بس قصدي فكرة إن 6-7-0 والكلام ده يحصل في شروط معينة. انت ما تعتمدش، يعني ما تقولش ليفربول كسب بره ارضه 2 فالسيتي هيكسبهم على ملعبهم 5، لا مش هتحسب كده. طريقة اللعب بتاعي اصلا ابسويتش تاون هتتغير من ملعبه قصاد ليفربول لبره ملعبه قصاد السيتي. والهدف الاول هيجي امتى؟ بس فكر في النقطتين دول. هو اوبشن كويس جدا ان يتعمل تريبل كابتن، بس انا عارف ان ابسويتش تاون على مستواهم اللي انا شفت، الجول كيبر كمان بتاعهم بيصد كور حلوه قوي، الرياكشن بتاعه حلو، والدفاع بتاعهم قوي جدا، او ادائهم يعني اداء الافراد في الدفاع قوي، يحبوا يدافعوا كويس. فممكن يبقى ماتش صعب، وممكن هالاند يبقى ماتش سهل ويسجل لو الجون جه بدري. فالاوبشنز كلها موجوده. دول النقطتين اللي محتاجك تبقى عارفهم وتفكر فيهم وخد القرار بتاعك. انا عن نفسي هحسم القرار بتاعي يوم الجمعه لما اتاكد من اخبار بس مشاركه فودن واللعيبه الاساسيين بقيه لعيبه السيتي، وكيفن دي بروين اخباره ايه، هيلعب ولا هيبقى مش موجود. بس هفكر في الحاجات دي يوم الجمعه تاني، وفي النقطتين اللي قلت لكم، وهاخد القرار. ممكن استنوا الفيديو الجاي يوم الجمعه علشان تشوف القرار بتاعي. اعمل لايك وسبسكرايب. والنهارده الخميس قدامك، النهارده وبكره فكر في النقطتين دول عشان تعرف هتعمل هالاند تريبل كابتن ولا لا. وما تنساش ان هو لسه ليفربول، صلاح لسه هيلاعب ابسويتش تاون تاني، ولسه هالاند هيلاعب ابسويتش تاون تاني في ملعبهم هناك بقى، وهم بيحبوا ينافسوا ويهاجموا. فكر في كل الحاجات دي.
اعمل لايك وسبسكرايب. شكرا.